الله. نعم نعم. شكرا للزميل عامر عبد الله. مباشرة إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد الله بن عبد العزيز سمو الأمير، ألف مبروك، ألف مبروك هذا الكاس، ألف مبروك البطولة، ألف مبروك الهيبة الأهلاوية اللي ظهرت اليوم. والله شوف الصراحة يعني احنا تكلمنا مع اللعيبة قبل لا تبدأ الكاس ووعدونا، قالوا الكاس هذا نجيبه للجمهور. ترى الجمهور هذا والكل يشهد عليه، أول جمهور في تاريخ السعودية على الأقل أنا معرفتي شال فريق اليد وفوز بكاس، شال فريق الطائرة وفوز بكاس، والآن قدام عيونكم يشيل فريق القدم ويفوز بالكاس الأغلى. بس سمو الأمير تأخر الكاس الأهلاوي شوية. هو تأخر وكل غلط، لكن بيضناها آخر شيء، وإن شاء الله الجايات أكثر، والجمهور هذا يستاهل كل كاس يدخل له. شو اللي كان يحتاجه اللاعبين الأهلي عشان ترجع الثقة لهم مرة ثانية؟ والله لا، مرت عليهم ظروف من تغيير مدربين، من اصابات، فالحمد لله بالاخير جبنا الكاس الاغلى وهو الكاس الاهم. سمو الامير واضح انه في شغل، يعني عمل شغل كبير على فريق الاهلي في المباراه. عفوا سمو الامير، الاحتجاجات والمشاكل اللي حصلت اثرت على اداء الفريق. اثرت على اداء الفريق، بس لو مو هم اللعيبه نفسهم رجال وقد المسؤوليه ما كان قاموا بحلوان، لكن الحمد لله.